عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملوا البسيسة متاع الحمص. انا في العادة والا احنا في العادة استانسنا نعملوا البسيسة التونسية اللي تعملها اغلب الجهات في تونس، واللي هي بالحشيش وفيها برشا افاحات. تو نخلي لكم اللين في صندوق الوصف بمناسبة وصولها لل100 ألف مشاهدة تقريبا. المرة هذه قلت خليني نعمل البسيسة على الطريقة الساحلية أو ما يسمى ببسيسة الحمص. أنا نحب الحمص برشا ومطعم الحمص، دونك قلت خليني نجربها لأول مرة. خذيت 2 كيلو متاع قمح. في العادة راني ما نغسلوش، أما كيف لقيت روحي مازالت عندي مكونات باش نحضرها، قلت انتر يشيح القمح هذايا. غسلته لهنا على مرتين، وسقطرته مليح من الماء وحطيته على قطعة متاع قماش وخليته يشيح شاح في نهاره. بالنسبة للحمص راني نستعمل الحمص هذايا اك الجويد. لما حالة السوم متاعه ولا فوا دو، لقيت فيه برشا برغل وبرشا شوائب. كيف نقيته غربلته ما لقيت فيه حتى شيء، لكن لهنا ضروري وان نمسحوه بقطعة متاع قماش. حتى القمح راهو عادة نعمله نفس الطريقة، نحيله جيست كان فيهوش احجر، وسينو نمسحوه بقطعة متاع قماش تكون كبيرة ونحيله الغبرة اللي فيه. الحاصل التنظيف ضروري في البسيسة، وفي الواقع هو اللي ياخو شوية وقت التحضيرات متاعها. باش نعمل 100 جرام متاع حبة حلاوة و100 جرام متاع بسباس لا غير. نورمالمون على الكونتيتي متاع القمح والحمص اللي استعملتهم نحطوا 200 جرام من كل حاجة. انا ما حبيتهاش تجيني فاوحة برشا. لهنا طريقة القلي طريقة عادية، لا ملح لا حتى شيء. خذيت لهنا 2 قلايات كيف ما تراو، واحدة الغاز متاعها صغير والنار خفيفة على الاخر، نسخن فيها الحاجة والا المكون، ومن بعد نحطه في القلاية الاخرى نزيدوا معناتها بضع دقائق ونهبط هكاكا في ساعة نكمل. لهنا القمح وقت اللي يوصل يتكتك في القلاية الأولى نحطه في القلاية الأخرى اللي هي على غاز كبير، ونخليها حكاية 2 3 دقائق أخرين ونهبط. ضروري نشوفوا لهنا الكولور متاعهم الزوز، ضروري لهنا ان نحركوا وما نقصوش على عملية التحريك، والغاز يكون على نار ضعيفة كيف ما قاعدين تشوفوا باش ما يتحرقوش المكونات. انا في العادة راني نقلي البسيسة مليح مليح وما يهمنيش في الكولور متاعها، خاطر من شروط البسيسة هذه قالك يلزمها تجي صفرة. انا جي با تخو شيرشي الحقيقة. خدمت كيف ما نستانس نخدم. خذيت غاديكا شوية حمص. الحمص لهنا كيف تحطوا ما تحطوش كمية كبيرة باش ما معناتها باش يطيب الكل فرد وقت وما تقعدش كعبة نية وكعبة طايبة، يولي كولور نتاعو بليز او موان دوري فما اكثر. تهبطوه مع ضرورة التحريك في القلايات الزوز كيف ما قلت، والنار تكون قليلة. راهو سي تريز امبورطون باش البسيسة هذه ما تغمقش اكثر من اللازم. بالنسبة للحمص في مرحلة أولى يخرج ريحة خايبة شوية، لكن من بعد الريحة تولي بنينة. تحطوا في معون مع بعضه ومن بعد تخلطوا البسيسة متاعكم. الفول هذايا اللي استعملته خذيت منه 250 جرام، وكيف كيف 250 جرام متاع ذراع. بالنسبة للزوز حاجات هذو ما يظهر لي زيادة من عندي، ولو انه راهو لي روسيت تختلف من منطقة لمنطقة. انا فما مشتركة معناتها قالت لي على البسيسة اللي بارتاجيتها قبل، هذه البسيسة متاعنا في الساحل. اورك كي تعمل ريشيرش على البسيسة الساحلية تلقى مكونات اخرى مغايرة. تبقى الطريقة حسب المكونات تبقى الطريقة حسب الجهات والمكونات كيف كيف. لهنا خذيت نص رطل متاع ذراع ونص رطل متاع فول مصري، وزدتهم راني
250 جرام متاع عدس. المكونات يلزمها تكون طايبة في حقها ومش نية. هدايا باش البسيسة متاعنا مدة الصلوحية متاعها تطول على الأقل بالنسبة لي أنا. لفاحات عملت 100 جرام حبة حلاوة و100 جرام بسباس، ماذا بينا ما نحمروهمش برشا. بالنسبة للبسباس ما غسلتوش المرة هذية خاطر لاحظت وأنه اللون متاعو يتغير ويفقد برشا من النكهة متاعو. غربلته ومن بعد نقيته بالكعبة ومن بعد ديريكتومون راني اقليته. غسلت الذراع. هذايا العدس كيفاش يلزموا يكون، وماذا بكم تستعملوا العدس الاصفر مش الاخر باش الكولور ما يتبدلش. انا يمكن اللي بدل لي الكولور هو طريقة القلي اللي هي على الغاز معناتها والذراع اللي اعطاها كولور مغاير. اما كيف ما قلت لكم ما كانش هاممني برشا اللون. المطعم هو الاساس. دايور لازلت فيها لا جلجلين لا فاكهة. هذوما المكونات متاعي باش نحط عليهم توا الحمص والقمح ونخلطوهم ونزيدوهم شوية ملح. تقريبا حطيت مغرفة معناتها صغيرة معبية 12 جرام بالضبط. في الوقت اللي قعدت نصور في الفيديو حسيت البسيسة متاعي معناتها بردت شوية. وليت سخنت الفور حكاية 5 دقايق وحطيتها كيف 5 دقايق. راهو تسخين ماهوش تطيب من اول وجديد باش هكاكا كيف نهزوها للأحيان تجي رطبة على الاخر وما تجيش حرشة. دونك سخنتها 5 دقايق على 150 درجة وديريكتومون نعبيوها في حاجة تكون قماش. انا ما لقيت كان الساك هذايا متاع مونوبري، فما شكون قال لي حطها في قشرة متاع مخدة. لا علينا، رحاها بالوقت وجات رطبة على الاخر. ضروري كيف وقت اللي تروحوا بالبسيسة متاعكم تبردوها قبل ما تحطوها في الماعون اللي باش تخبيوها فيه والا في السطل والا في حكة متاع حديد. يلزم تبرد. انا مبيتها لهنا، بيتها في القصعة متاع ليبيا وغربلتها قبل لذايا باش تتهوى، وكان فيها حاجة تتنحى ما لقيت فيها حتى شيء، الكلها ترحات. خلافا للبسيسة اللي بالحشيش نلقاو فيها شوية شوائب بعد التغربيل. لهنا هويتها وخليتها باتت ليلة كاملة حتىش للي بردت، وقعدت نحرك فيها دو طون طون خاطر تبدا سخونة بالرحاء. وهذايا هو من بعد تخلطوا وتاكلوا بالشفاء. الحقيقة أول مرة نجربها وجات بنينة برشا، خفيفة وعجبتني، وندمت اللي ما عملتش كونتيتي كبيرة خاطر في العادة احنا البسيسة راهو 10 كيلو فما أكثر منهم. مرة قعدت نقلي فيها من 7 متاع الصباح الماضي 3 متاع العشية. تخليط لهنا كيف ما تعرفوا الناس الكل يكون أساسا بزيت الزيتونة حسب الجراوة اللي تحبوها. المرة دي حطيت شوية عسل، ما حطيتش سكر محور، ويبقى هذايا حسب الاختيار. تنجموا تزيدوا الفاكهة المهروشة ولا المرحية ولا الجلجلان. انا ما نحبهاش برشا بالفاكهة الحقيقة. والرسات هذه تنجم تكون الباز متاع بسيسة الفستق وإلا بسيسة البفريوة. الكولور لهنا جاء أصفر على مارون على مطارد، ما تفهموش الحاسيلو. اللي عجبني فيها إنها خفيفة وبنينة على الآخر، والكولور ما كانتش بالحق تهمني برشا. باش نعمل لهنا ضربة متاع رينج لايت باش تشوفوا الكولور متاعها الحقيقي، خاطر في الفيديو تظهر أغمق شوية. وهذايا هو لهنا باش تشوفوها كيفاش جات. زينتها لهنا معناتها بشوية بندق وشوية بيستاش لا أكثر، وتاكلوا صحة وبشفاء. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله السواح لي سامحوني كان غلطت في حاجة. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.